الله بجد. الله على شوربة العدس في الجو اللي احنا فيه ده، حاجة كده عظمة. مع بصلاية، مع طماطم مخللة، مع بتنجان مخلل، حاجة كده جميلة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات روراندا. اتمنى تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. حطينا حلة على النار، حطيت فيها معلقة كده من السمنة أو الزبدة المتاحة عندك، وهضيف كمان شوية زيت. عايزة تحطي زيت بس براحتك، عايزة تحطي سمنة بس أو زبدة براحتك. أنا حطيت الاتنين عشان أحمر بيهم الخضار أو أشوح فيهم الخضار. إيه بقى الخضار اللي عندي؟ بصي يا ستي، عندي هنا جزر وبصل وطماطم، هو ده اللي كان متاح عندي. تقدري كمان تضيفي بطاطس، تقدري كمان تضيفي فلفل رومي او فلفل حار. دي بس كده، ده كده بس الخضار. اول حاجه بعد ما الزبده سخنت او السمنه، هنزل اول حاجه بالبصل، هنزل هو بيه الاول، هشوحه كده تشويحتين، وبعد كده هنزل ببقيه الخضار. بس قبل ما انزل ببقيه الخضار، هحط معاه فصين من الثوم او 3 فصوص. انا هعمل هنا ربع كيلو من العدس. طب انا ما عنديش ثوم صحيح، خدت كده نص معلقه من الثوم المفروم اللي عندي، وقلبته مع البصله كده، يعني يا دوبك دقيقه. وبعد كده هنزل بالجزر، هشوحه برضو تشويحة كده. وبعد كده اخر حاجة هنزل بيها الطماطم، دول حبيتين من الطماطم، ودول حوالي 3 جزرات يعني مش كبار. تمام. هقلبهم بقى واشوحهم، يبقى الثوم والبصل والطماطم والجزر اتشوحوا كده حلو قوي. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. ايه هي؟ حطيت اول حاجة مكعبين ماجي، وشوية فلفل اسود، وحطيت كمان شوية كمون. بس كده، بس كده، ايوه. هشوح بقى وشويه ملح، وهشوح بقى الكلام ده كله تقلبتين كده على النار. هنلاقي لغايه ما احس ان الخضار كده ابتدى بصوا يدبل. هنا جبت ربع كيلو عدس اصفر، غسلته كويس جدا ونقيته وصفيته، وببدأ بنزل بيه على الخضار. هقلبه تقلبتين مع الخضار، اشوحه يعني شويه كده، يعني مثلا دقيقتين ولا دقيقه. اقلبه كويس، وبعد كده هنزل عليه بميه سخنه. ما تنزليش بميه ساقعه، انزلي بميه سخنه. هنزل بقى عليه بميه سخنه كده، وهسيبه. مش مشكله حتى لو الميه طلعت قليله منك، مش مشكله، احنا كده كده هنزود ميه تاني لان هو هيتقل معانا. هقلبه بقى كده وهسيبه يستوي الخضار بالعدس. هنا بقى هغطي الحله، لو غطيتيها كده الحله هتفور منك، لازم اغطيها زي اعليها شويه نص غطا كده، وهسيبه بقى يستوي وما بياخدش وقت. هنا بقى بعد ما اتسلق اهو، بصوا هنا خلاص كده 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 انا هضربه في الخلاط. هو خلاص كده. طب اعرف ازاي ان هو استوى؟ امسك اللي هو الجزر اللي هو اكتر حاجه بتاخد سوا، واضغط عليها، لقيتها استوت معايا، يبقى كده تمام، يبقى كل الخضار استوى. هسيبه بقى يبرد، وبعد كده هضربه في الخلاط. انت لو عندك الهاند بلندر اضربي على طول وهو سخن، مفيش مشكله. انا ما عنديش، فانا هستعمل الخلاط بعد ما الخليط يبرد. هنا الخليط برد وبقى تمام، مش برد قوي يعني، بس شويه عن الاول. فابدا احطه في الخلاط بالشكل ده، وهضربه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه خضار باين فيه. هضربه هنا كويس قوي، مرة اتنين زي ما ياخد معايا. هنا بقى العدس خلاص ضربته في الخلاط، هبدأ بقى احطه في الحلة تاني. هنا خلاص ضربته، وهبدأ بقى احطه في الحلة تاني زي كده، وهزوده بقى. طبعا بص السمك بتاعه تقيل، مش هينفع. فهنعمل ايه؟ هنزوده برضو شوية مية لغاية السمك المناسب. بصوا هحط شوية مية وهقلبه وهتأكد ان هو كده السمك تمام وزي الفل. طب هنضيف حاجة تانية، انا هضيف شوية ملح. ممكن تضيفي شوية ملح، شوية كمون تاني، انت بقى ظبطي التوابل بتاعته. هو مش هنعوز اكتر من ملح وكمون. انا ما حطيتش كمون، حطيت شوية ملح تاني، وده السمك بتاعه. هركن بقى اهو، بصوا حط شوية ملح اهو، وهقلبه وهركنه بقى على جنب. ايه بقى الخطوة التانية؟ تعالى اقولك. بصي هجيب بقى، هركنه على جنب، واجيب طاسه. الطاسه دي انا حطيت فيها بصلايه مش كبيره، صغيره. وهنا نزلت بقى بحته سمنه بلدي،
بتفرق جدا جدا في العدس بصراحه. العدس سمنه بلدي، حطي حته سمنه بلدي كده حلوه. لو ما عندكيش حطي اي سمنه عندك، المتاح موجود، المتاح اشتغلي بيه. حطيت هنا حته زبده وشوحتها. اول ما البصله احس ان هي بتبدا يعني بصي تدبل كده تصفر بسيط، هنزل هنا بمعلقتين من الشعريه، معلقتين اتنين، لان انا عامله ربع كيلو عدس، والشعريه لما بتستوي بتزيد، فانا مش عايزاها تبقى كلها شعريه، فهم معلقتين بالظبط. وهبدا بقى اقلب البصله مع الشعريه بالشكل ده لغايه ما توصل معايا للون اللي انتوا شايفينه دوت، مش عايزاها غامقه. وبعد كده هنزل بقى عليها بالعدس، هنزل عليها في العدس اهو، نزلت بالبصله وهقلبه. هضيف بقى حاجه تانية مهمه جدا بتخلي بقى ريحه العدس مش قادره اقولك. هنا هجيب توم مفروم عليه شويه كمون، عشان كده لما انا حطيت ملح في ما قلت لكم لو احتاجنا نحتاج كمون وملح بس، خليت الكمون مع التومه. حطيت بقى كده وهقلبه وهغطيه وهسيبه لغايه ياخد غلوه كده، بس طول ما هو بياخد الغلوه دي انا ايدي فيه. ليه؟ عشان ما يلزقش في قاع الحله. الشعريه ممكن تلزق في قاع الحله لان هو بيتقل، هي بتستوي بتدل. انا مش عايزه الشعريه تستوي سوا كامل، لا، هي يا دوبك غلوه واحده وهطفي عليه زي كده. وهنا بقى هنغرفه مع بعض احلى شوربه عدس، حته حلوه، طعمها جميل جدا، كلها خضار، بصوا حلوه قوي، مع رغيف بقى يا سلام. وزي ما قلت لكم بصلايه او شويه طماطم مخلله او شويه بتنجان مخلل، والله العظيم حاجه زي الفل. الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا، كلها نعمه ربنا وجميله. وبعديها بقى كوبايه شاي كده، نحبس بكوبايه شاي، ما شاء الله حاجه كده عظمه والله. مش شرط الاكل الحلو يا جماعه يكون فراخ او لحمه، لا والله، انا عندي الاكل دوت بحبه جدا اكتر من الفراخ واللحمه والله. الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا. بصوا العدس ما شاء الله جميل جدا، ريحته رهيبه، الله اكبر، حلو جدا، والف هنا على اللي كل. ويا حبايبي ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون سهل وخفيف عليكم. وهنا حطيت بقى شويه بصل حلوين كده، حبيت ان انا يعني ادلع الطبق، حبيت ان انا ادلع الطبق. بجد بحبه جدا. ويا رب يكون فيديو خفيف عليكم، واتمنى بقى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم وحبايبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.